السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم مرقة الباقلة. هاي المرقة هي يعني أصلها بغدادية قديمة، كان الوالد الله يرحمه كلش يحبها، فلهذا حبيت اليوم أصورها لكم وأسويها بأيام رمضان المبارك. راح أبلش أسلق اللحم. أول شي أطيح حسة بسيطة ويا البهارات والبصل، وأضيف عليه المي وأخليه على النار تقريبا 45 دقيقة. وبعد مرور هذا الوقت راح أطفي النار وأفتح هذا صمام الأمان، أسرب كل البخار الزايد وأخليه شوية يعني يدفى، وبعدين أفتح الجدر، وبعدين راح أبلش بالمرقة. هنا أنا حمسيت البصل ويا الباقلة المفلسة وياها شوية ثوم واللحم، راح أضيف عليه المعجون الطماطة، وراها عصير الطماطة، وهذا السوب أو المرق اللحم ضفته على المرقة. راح أخليه على نار عالية وبعدين أنص النار بس شوية يعني تستوي على راحتها. وضفت آخر شي شوية بودرة الثوم وملح، وهنا أنا قدمتها ويا سلطة الخيار ويا التمن البزل. طبعا المرقة هاي كلش طيبة ولذيذة وشهية، كل ما تخلوها على نار هادئة تكون يعني تصير هيك شلون نقول مروبة وطيبة. وإن شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، وبألف عافية عليكم وفي أمان الله.